السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا سينيور 1 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بإذن الله النهاردة فيديو جديد مع فرع التريج. طبعا فرع التريج عندك لذيذ وأمور، بس بصراحة ما عدا ليسون 1 محتاج منك حفظ قوانين كويس جدا جدا جدا، محتاج منك تركيز شديد جدا عشان الدرس لو فات منك خلاص هو مش هتعرف تجمعه تاني. فانت بالله عليك ركز معايا في الدرس ده كويس جدا جدا جدا. تريجنومتريك ايدنتيتيز، فهي دي بقى خلي بالك، دي اهم حاجة هنحفظ الرولز بتاعتها. احنا طبعا بما ان الدرس ده محتاج حل كتير جدا غير انك تحفظ القوانين، فاحنا الدرس ده هنعمل فيه حاجة. هو تقريبا 52 سؤال، فانا هحل 25 سؤال او 24 سؤال في حصة الشرح. مستر يعني حصة الشرح لان هو درس محتاج حل كتير جدا. والنص التاني زي ما اتفقنا ده على المنصة، ده هينزل كحل. طب يا مستر كده النص بتاع الواجب فين؟ انا هنزل لك PDF، هنزل لك فيه الهوم ورك بتاعك انك تحله. بس هو درس بصراحة لازم يتحل عليه كتير جدا، لانك لو ما حلتش عليه كتير مش هيثبت في دماغك. طيب قبل بقى ما نشوف الاسئله دي، ركز بقى كده معايا بالله عليك. لو تفتكر التريجنومتريك فانكشن بتاعتنا اللي هي كانت الساين والكوزاين والتان. الانفرس بتاع الساين ارجع بقى للترم الاولاني، كان اللي هو مين؟ كان ال1 اوفر الكوسيك. والانفرس بتاع الكوزاين اللي هو مين؟ اللي هو السك. والانفرس بتاع التان اللي هو الكوتان. تحفظهم ازاي؟ لو تفتكر كنت بقول لك ادي الساين اولها اس والكوسيك اولها سي، يبقى السي مع الاس. طب هنا السي برضو مع الاس، يبقى السي مع الاس. هنا التان طبعا الانفرس بتاعها الكوتان. ركز كده معايا في الشكل ده عشان بالله عليك ده يعني من ضمن الدرس هيحللك ازمه كتير جدا في الدرس. احنا قلنا الساين الانفرس بتاعها اللي هو الكوسيك، والكوزاين الانفرس بتاعها اللي هو السك، والتان الانفرس بتاعها اللي هو الكوتان. فلو جيت قلت لك ساين ملتبلاي الكوسيك او ساين ملتبلاي الكوسيك ب1، جيت قلت لك الكوزاين ملتبلاي السك، الكوزاين ملتبلاي السك هيطلع برضو معاك ب1، او كوزاين ملتبلاي السك ب1. جيت قلت لك التان ملتبلاي الكوتان لازم يطلع برضو معاك ب1. فده شكل جميل يفكرك بس بالفانكشن والانفرس بتاعها، مالتيبليكاتيف انفرس بتاعها. يعني ايه الانفرس بقى بتاعها؟ مستر فكرني، لو الساين ب 2 اوفر 5 يبقى الكوسيك ب 5 اوفر 2. لو السك ب 3 اوفر 4 يبقى الكوزاين ب 4 اوفر 3. طبعا هنا المفروض انها ما تطلعش كده، بس انا بدي يعني ارقام وخلاص. طيب لو التان مثلا ب 2 يبقى الكوتان طبعا ال2 دي اوفر 1، يبقى الكوتان بتاعها الانفرس بتاعها اللي هو 1 اوفر ال2. ده كده دي اول حاجه مهمه. الدرس ده عشان تتمكن منه في كام حاجه كده لازم تكون حافظهم كويس جدا، فدي ضمنهم اول حاجه عشان ما ترجعش تشتكي من الدرس ده. دي اول حاجه لازم تتمكن منها عشان بتقابلك في الاسئله. بالمره كده كان في رول للتان، كانت بتبقى الساين اوفر الكوزاين، ولو الكوتان العكس بقى، احنا اتفقنا دي الانفرس بتاعتها، الكوزاين اوفر الساين. فدي بالله عليك برضو رول ما تبعدش عن دماغك، تكون لازقه في دماغك ان الساين اوفر الكوزاين يدي لك مين؟ يدي لك التان. طيب في بقى لو تفتكر ال 90 وال 270 وال 180 وال 360. تعالى ركز معايا، اللي ما فهمتهاش الترم الاول ركز معايا هنا. ال 90 وال 270 بنغير، وال 180 وال 360 بنثبت. وحد الله لا اله الا الله.
انت عندك ده كده الزيرو وكده ال 90 وكده ال 180 ودي كده ال 270 ودي كده ال 360. طيب احنا عايزين نعرف ما مستر بنغير ايه ونثبت ايه وايه لازمه اللي انت رسمتها دي. وحد الله، لا اله الا الله. كنا بنغير لو انا جيت قلت لك 90 او 270 الساين بتكون كوزين، ولو كوزين هتكون ساين، التان هتكون كوتان، السك هتكون كوسك، والعكس برضه لو كوسك هتكون سك. فبالتالي هنا دي يعني تغير على طول، يبقى 90 و 270 تغير يبقى على طول ساين كوزين، تان كوتان، سك كوسك. وهقول لك دلوقتي ايه الكلام ده. طيب ال 180 و 360 بنثبت، يعني الساين هتفضل ساين، الكوزين هتفضل كوزين، التان هتفضل كوتان. طيب وبعدين يا مستر عايزك تفتكر ان ال 90 لو انا راجع كده، ده طبعا كان الفيرست كواد، وده كده السكند كواد، وده كده الثيرد كواد، وده كده الفورث كواد. كان في رول اسمها الاستيك رول. الاستيك ادي الاي اس تي سي استيك. طيب ايه بنبقى ايه الفيرست كواد؟ بيبقى الاول فانكشن ار بوزيتيف. طيب في السكند كواد كان بيبقى الساين هي اللي بوزيتيف. طيب في الثيرد كواد كانت التان هي اللي بوزيتيف. طيب في الفورث كواد كان الكوزين هو اللي بوزيتيف. طيب ماشي يا مستر وبعدين اللي انا عايزك بقى تفتكره ان في عندي 90 ماينس لو انا راجع للزيرو، و90 بلس لو انا رايح لل 180. طب ما نفس المبدا، ال 180 ماينس لو انا راجع لل 90، 180 بلس لو انا رايح لل 270، 270 ماينس لو انا رايح ل 180، 270 بلس لو انا رايح ل 360، وهكذا 360 بلس يبقى انا رايح لل 90، 360 ماينس يبقى انا رايح لل 270. طبعا مستر وبعدين يعني انا لو جيت قلت لك ساين مثلا 90 بلس الثيتا، ادي ال 90 اهي. اولا هتكرر هي بتغير ولا بتثبت؟ ال 90 مستر بيغير، الساين هيكون كوزين، يبقى دي كده ايكوال كوزين. بس اصبر بقى، هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي دي بقى اللي تقول. 90 بلس لقيت في وشي مين؟ الساين، والمسألة برضو مين؟ ساين. طالما هي يبقى خلاص بالبوزيتيف، لو مختلفين يبقى بالنيجاتيف. واحدة كمان عشان ما فهمتش يا مستر، باجي اقول للمعاليك مثلا تان 270 ماينس الثيتا. اولا 270 بيغير ولا بيثبت؟ 270 بيغير يا مستر، التان هيكون كوتان، يبقى ادي كوتان ثيتا. اصبر بقى، احنا عاوزين نعرف هي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف. ادي 270 ماينس 270 ماينس لقيت في وشي مين؟ تان، والمسألة برضو بتتكلم على مين؟ على التان، يبقى خلاص هي بالبوزيتيف. طب لو لقيتها مختلفة هتكون بالنيجاتيف. ريحة كحك العيد، مش عارف، ريحة جميلة بصراحة، فكرنا بالعيد. طيب تعالى كده لو جيت قلت لك مثلا كوزين 270 بلس الثيتا. ال 270 مستر بيغير بقى، الكوزين هيكون ساين. طيب 270 بلس، ادي 270 بلس لقيت في وشي مين؟ الكوزين، والمسألة بتتكلم على مين؟ على الكوزين، يبقى خلاص هي بالبوزيتيف. طب ادينا واحدة بقى بالنيجاتيف يا مستر عشان نفهم. طب اجي اقول لك بقى التان 180 ماينس الثيتا. 180 ها، اولا 180 بتثبت ولا بتغير؟ لا مستر بتثبت، يعني التان هتنزل تاني. طب بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف بقى؟ ادي 180 ماينس لقيت في وشي مين؟ الساين، انما دي مين؟ التان. طالما مختلفين يبقى بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف تان ثيتا. اخر واحده كده بقول لك مثلا، لو صلى على النبي، بقول لك مثلا كوزين 360 بلس الثيتا. 360 الاول قرر هي بتثبت ولا بتغير؟ لا مثلا 360 بتثبت،
يعني الكوزاين هتنزل كوزاين. طيب الكوزاين هتنزل كوزاين 360 بلس، طالما بلس يبقى انا رايح كده لل 90. انا مستر ده الاول فانكشن البوزيتيف، دي كلها بوزيتيف، يبقى دي برضو هتكون بالبوزيتيف، يبقى كوزاين سيتا. وخلي بالك لو 360 ماينس برضو هتكون بالبوزيتيف، لان انا 360 ماينس لقيت في وشي الكوزاين، ودي برضو كوزاين، يبقى ساعتها هتكون بالبوزيتيف. امتى تكون بالنيجاتيف؟ لما يكونوا مختلفين. دي تاني حاجة لازم تتمكن منها. تاني جزئية انا كده شرحت بارت 1 اهو، اللي هو التريك فانكشن اند المالتيبليكيتيف انفرس بتاعها. تاني الجزئيه دي وانت واخدها اصلا الترم الاول، الاثنين واخدهم من الترم الاول، فدول عشان ما تشتكيش من الدرس ده. ادي تاني حاجه لازم تكون عارفها كويس جدا. ملحوظه على الجزئيه دي قبل ما نطلع منها، لما اجي اقول لك كوزاين نيجاتيف سيتا، ساين نيجاتيف سيتا، تان نيجاتيف سيتا، كوتان نيجاتيف سيتا. اللي عايز اقوله لك ان النيجاتيف سيتا دي اصلها في الاصل يعني ان هي كوزاين، يعني اول واحده مثلا كوزاين نيجاتيف سيتا، يعني كوزاين 0 ماينس السيتا. مش هي 0 ماينس السيتا اللي هي نيجاتيف سيتا؟ حلو. فين الزيكو اهو، ده كده بلس طالع لل 90، انما ماينس طالع نازل لتحت الفورسيكوال، يعني 0 ماينس لقيت في وش الكوزاين، ودي برضو كوزاين، يبقى الإجابة هتكون إيه؟ الإجابة هتكون كوزاين سيتا. طب أي حاجة تانية هتكون بالنيجاتيف، ما عدا بس طبعا الكوزاين والسك، يعني الكوزاين والسك هنا بالبوزيتيف. بمعنى ساين نيجاتيف سيتا يبقى نيجاتيف ساين سيتا، تان نيجاتيف سيتا يبقى نيجاتيف تان سيتا، كوتان نيجاتيف سيتا يبقى نيجاتيف كوتان سيتا. الحاجة الوحيدة اللي هتشيل النيجاتيف هي الكوزاين. اشمعنى مستر الكوزاين؟ ما انا هو بقى قايل لك ان النيجاتيف سيتا اصلها 0 ماينس السيتا، 0 ماينس السيتا لقيت في وش الكوزاين، ودي برضو كوزاين، يبقى دي الوحيدة بالبوزيتيف. لكن اي حاجة هتكون بالنيجاتيف، لان هنا دي ساين وتان وكوتان، اي حاجة هتكون بالنيجاتيف، فانت احفظها بالله عليك. الكوزاين هي الوحيدة اللي بتطير النيجاتيف، عشان كده انت شغال في الفورث كواد، وفي الفورث كواد هي اللي بالبوزيتيف. طبعا مين الانفرس بتاعها؟ هي السك، يبقى سك نيجاتيف سيتا برضو بسك سيتا، يبقى هم دول الكوزاين والانفرس بتاعها هم الوحيدين اللي بيطيروا هنا النيجاتيف. لكن الباقي اي حاجه تانية هتقول عليها بالنيجاتيف. ساين نيجاتيف سيتا يبقى نيجاتيف ساين سيتا. طيب الجزئيه الثالثه بقى وهي خاصه بالرولز بتاعتنا، وركز معايا الله يرضى عنك وعن والديك. اولا انا مش هقول لك اخبط لك الرول، اخبط لك الثري رولز هم، لا انا لازم اقول لك هي جت منين، مش هرتاح غير لما اقول لك هي جت منين. فاكر اول حاجه ادي كده ده الواي اكسس وده الاكس اكسس. فاكر الحاجه كانت اسمها كده اخدناها في الترم الاول، كانت اليونت سيركل. اليونت سيركل كانت دي ايه؟ قال لي ده الراديوس بتاعها ب1، يعني هو السنتر بتاعها هو الاوريجن بوينت، وكان ده بيبقى كده ده مثلا الراديوس من هنا لهنا، وكان ده بيبقى بكام؟ بيبقى ب1. طيب لو انا رسمت ادي الاو ده او كده، ده كده الاو بي، ما هو ده راديوس الاو بي ده ب1. حلو. انا هنزل همسح بس الخط الازرق ده الاول. بص كده يا سيدي، انا دلوقتي هنزل من البي ده كده بيربنديكولار، فطبعا انا كده قفلت ايه؟ قفلت تراينجل رايت. حلو. الحته دي كده على الاكس اكسس، فهنسمي الحته دي كده باكس، الحته دي كده بارل للواي اكسس، فعشان كده هنسميها بواي. طيب مش ده كده عندك رايت انجل تراينجل تقدر تطبق بايثاغورس ثيرم اللي هي كانت بتقول ايه؟ بتقول ان السايد ده باور 2 بلس السايد ده باور 2 ايكوال الهايبوتنس باور 2، اللي هو الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 ايكوال 1 باور 2 اللي هي ب1. فيبقى الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1. طبعا 1 باور 2 ايكوال هنا ب1. طيب لحد هنا تمام. ده مستر ده رايت انجل ده تراينجل،
ورايت فطبقنا فيه بايثاغورس ثيورم. ماشي، وبعدين بقى ايوه ده ايه علاقته بدرس النهارده؟ وحد الله، لا اله الا الله. لو اعتبرنا ان دي سيتا ماشي، جيت قلت لك انا عايز الكوزاين سيتا، طبق كده الرول. الكوزاين يا مستر بيبقى الادجيسنت اوفر الهايبوتنس. مين الادجيسنت؟ اللي هو ده اللي هو الاكس اوفر الهايبوتنس اللي هو 1، يعني اكس اوفر 1 اللي هي الاكس. يعني اصبح كده مين الاكس؟ اللي هي الكوزاين. طب انا عايز الساين. الساين بيبقى الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس. ادي الساين. مين الاوبوزيت؟ اللي هو الواي اوفر الهايبوتنس اللي هو ب1 ملوش لازمه، يبقى ايكوال واي. يبقى مين الواي؟ اللي هي الساين. مستر انا فهمتك، انت كده عايز تعوض هنا مكان الاكس بكوزاين بالظبط كده، يبقى كوزاين باور 2 سيتا بلس هتشيل الواي تحط مكانها ساين بالظبط كده، يبقى ساين او طبعا عشان في باور 2 يبقى ساين باور 2 سيتا ايكوال كام؟ ايكوال 1. ودي كده اول رول مع سعادتك، كوزاين باور 2 سيتا بلس ساين باور 2 سيتا ايكوال 1. عايز اقول لك لو لسه محتار او بتفكر في علم الرياضه، انا عايز اقول لك الدرس ده كله على بعض كده، كله على بعض زي ما هو كده في سينيور 3. مستر ده تقريبا انا سمعت اصلا في سينيور 3 ما فيهاش تريج. ما انا عايز اقول لك ان ده في فرع الكالكولاس، في فرع كده اسمه الكالكولاس ده فيه كله. والناس في سينيور 3 اللي تعبان من الفرع ده بيبقى ارجع للدرس ده. يعني اول حاجه عايز تصلحها، عاوز تبدا ايديك تمشي في الكالكولاس، يبقى تظبط الدرس ده. فانا بس بقول لك ليه كده، بسبب اهميه القصوى للدرس ده. طيب نرجع لموضوعنا. ادي اول رول، كوزاين باور 2 بلس ساين باور 2 ايكوال 1. هنكتب كده معلش يعني معلش هنودي دي كده بعكس الساين. ادي ال1 اول حاجه، الساين باور 2 هتروح بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف ساين باور 2. الكلام ده ايكوال مين؟ الكلام ده ايكوال كوزاين باور 2 سيتا. اللي انا عايز اقوله لك هنا ان انا باجي اقول لك في المساله 1 ماينس ساين باور 2 وانت متنح، اعمل فيها ايه يا مستر؟ ما انا عايز اقوله لك ان دول كده بس، مش دي تحفظها، لا، ما انا مش لازم اجيبها لك كوزاين باور 2 بلس ساين باور 2 وانت تقول لي زي الشاطر ايكوال 1. لا، انا ممكن اجيبها لك 1 ماينس ساين باور 2. فانت بالله عليك ما تنحليش. 1 ماينس ساين باور 2 يعني لو اديت الساين باور 2 بعكس الساين يبقى 1 ماينس ساين باور 2 ايكوال كوزاين باور 2. لسه انا فهمتك. انت كده ممكن كمان تثبت، يعني تخلي الساين باور 2 هنا تثبتها وتودي الكوزاين باور 2. اقول لك صح، انت واد كده لعيب. يبقى ودي الكوزاين باور 2، مين ينزل الاول؟ ال1، يبقى 1 ماينس كوزاين باور 2 ايكوال الساين باور 2. اقول لك كلام صحيح 100%. يبقى لما اجي اقول لك في اي مساله 1 ماينس كوزاين باور 2 ما تتنحش، هتبقى ايكوال ساين باور 2. الدرس ده عنوان للتتنيح. 1 ماينس ساين ما شفتهاش قبل كده يا مستر، ده مش الرولز، لا يعني هي موجوده في الرولز اهي، بس جزئيه من ضمن الرولز. طيب ادي ده كده اول فوله عندنا. نرجع بقى تاني لكوزاين باور 2 سيتا اهي بلس الساين. انا كل ده بعرفك الرولز جت منين، اللي في الاخر انت كده هتحفظها، بس انا بس بعرفك هي جت منين عشان ما تحفظش شبه البطيخه وخلاص. تعالى نعمل ديفايدد ساين باور 2، نعمل ديفايدد ساين باور 2، نعمل ديفايدد ساين باور 2. وحد الله، لا اله الا الله. كوزاين اوفر الساين، لو تفتكر من شويه انا قلت لك ان التان ايكوال ساين اوفر كوزاين، انما الكوتان هي اللي كوزاين اوفر الساين. يبقى دي كده الكوزاين اوفر الساين اللي هي الكوتان، انما التان كانت ساين اوفر كوزاين، كوزاين اوفر ساين اللي هي التان. يبقى تان باور 2 سيتا بلس ساين باور 2 اوفر ساين باور 2 هيروح مع بعض، يبقى الاجابه 1 ايكوال 1 اوفر ساين. ال 1 اوفر ساين دي اللي بيقول لك الانفرس بتاع الساين مين؟ قلنا الاس مع السي، يبقى الكوسيك باور 2 سيتا. ودي كده تاني رول عند سعادتك. يبقى دي كده اول رول الاساسيه بتاعتنا وطلع منها 2 فرعيين. دي كده تاني رول الاساسيه بتاعتنا وهيطلع برضه منها 2 فرعيين. تعالى كده نكتبها باللون الاسود او اللون ده كده.
تعال نودي ال1 بعكس الساين. يبقى انت عندك مين ينزل الاول اللي بعد الايكوال؟ كوسيك باور 2 سيتا. ال1 بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف ماينس 1. الكلام ده ايكوال كوتان باور 2 سيتا. فهمت انا عايز اقول لك البقين ايه؟ لما تيجي في المساله كوسيك باور 2 ماينس ال1 ما تتنحش وتعملها ايكوال كوتان باور 2، هتلاقي المساله بقت سهله معاك. صعوبه الدرس ده في الحته اللي انا بقولها دي، لان انت بتشوف الكوسيك باور 2 ماينس ال1 بتتنح، لكن لو انت واحد صاحي وعملت مكانها كوتان باور 2 والله هتلاقي المساله سهله ساعتها. طيب ممكن ما اوديش ال1 اودي الكوتان. يبقى الكوسيك باور 2 سيتا بلس كوتان سيتا لما تروح بالماينس يبقى ماينس كوتان باور 2. الكلام ده ايكوال ال1. يبقى كوسيك باور 2 سيتا ماينس كوتان باور 2 سيتا ايكوال ال1. وده تاني رول اللي وطلع منها الاثنين الفرعين دول. طيب مثلا انت عملت هنا معلش ديفايدد ساين باور 2. عايز اقول لي ما عليك ان انا هكتب دلوقتي الرول تاني مره تاني. كوزاين باور 2 سيتا بلس الساين باور 2 سيتا ايكوال 1. وبدل ما انا عملت هنا ديفايدد ساين باور 2 المره دي هعمل ديفايدد كوزاين باور 2. ديفايدد كوزاين باور 2 ديفايدد كوزاين باور 2. ماشي ماشي. كوزاين اوفر كوزاين هيروح مع بعض يبقى الاجابه ب 1. ساين اوفر كوزاين اصحى بقى للكلام اوعى نغفل. ساين اوفر كوزاين هيديك تان يبقى تان باور 2 سيتا. طب 1 اوفر الكوزاين يعني بيقول لك انا عايز مين الانفرس بتاع الكوزاين اللي هو السك، يبقى سك باور 2. ايوه سمعتك، هي دي تالت رول عند سعادتك. هنطلع بقى التو رولز الفرعيين منها. ودي بعكس الساين يبقى سك باور 2 دي بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف يبقى ماينس تان باور 2 هيبقى ايكوال 1. ودي ال1 بعكس الساين المره دي يبقى خلي السك باور 2 الاول كده ماينس ال1 هيبقى ايكوال تان باور 2. يبقى انت كده عندك ادي رول طلع منها الاثنين الفرعين دول، ادي الرول الثانيه وطلع منها الاثنين الفرعين دول، ادي الرول الثالثه وطلع منها الاثنين الفرعين دول. بالله عليك روح اكتبهم دلوقتي او اعمل سكرين او اي حاجه للثلاثه دول. ادي رقم 2 ورقم 3 هم، وادي رقم 1 اهي. بالله عليك دول مش هينفع نشتغل مع بعض غير وانت معاك الثلاثه دول. مبدئيا في حصه الشرح دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انت هتسجلهم ومفيش مشكله لو بصيت عليهم لحد ما يثبتوا معاك، لكن وانت بتحل الهوم ورك بتاعك مع المستر بتاعك او على المنصه اوعى يكونوا قدام منك. لا انت هتحفظهم وانت اصلا مع التكرار هتلاقي نفسك حفظتهم، وانت بتحل الهوم ورك ما يكونش قدام منك كده، يعني ما تبصش. نسيت حاجه ارجع بص، لكن اقفل تاني الرولز وارجع كمل تاني، عشان لما تيجي تمتحن عليهم سواء امتحان معايا او مع المستر بتاعك او سواء الامتحان بتاع الشهر او امتحان الترم يكونوا انت خلاص ثبتوا في دماغك. لكن لو هتتعود وانت بتحل ان هم لسه موجودين قدامك عمرك ما هتحفظهم. وحد الله بقى، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هنحل مع بعض شويه اسئله كده مع بعض. هحل السؤال بالطريقه العاديه اللي هي عن طريق القوانين، وبما ان الترج عندك في قرار ان هو مش هيجي منه ايساي، فانا هشرح طريقه تانية بحيث انك لو يعني مش قادر تحل السؤال في الامتحان هترجع للطريقه دي. ما تحلش بالطريقه دي بشكل اساسي، بالله عليك ما تحلها بشكل اساسي. الطريقه الثانيه اللي انا هشرحها لك عن طريق تجربه كده عن طريق الاله، حاجه بسيطه هطلع لك اجابه على طول. بس الاله هنا هتلغي مفهوم الدرس، وانت لو لغيت مفهوم الدرس انا ممكن احط لك في الامتحان اسئله ما تعرفش تحطها على الاله. فبالله عليك القوانين تتحفظ، وهنحل بالطريقتين، عشان الطريقه الاولانيه عشان الدرس يثبت في دماغك، تاني حاجه عشان لو الطريقه الثانيه عشان لو وقفت معاك سؤال في الامتحان يبقى انت عندك الحل انك تجيب السؤال ده. طيب اول سؤال بيقول لك 3 over sin multiply negative 2 over cosec. انا طالما هنا في multiply يبقى النيوميريتور تايمز النيوميريتور والدينومينيتور تايمز الدينومينيتور، يعني 3 تايمز negative 2 هيدي لك negative 6.
وتحت ساين تايمز الكوسيك، ادي ساين كوسيك. بص بقى الكلام، انا قسمت لك الدرس ده لكام جزء تتمكن منهم عشان تتمكن من الدرس كله. اول جزء كان بتاع التريج فانكشن والانفرس بتاعها اللي هي زي دي كده. تاني حاجه اللي هي 90 و270 و180 و360. تالت حاجه الرولز بتاعتنا بتاعت الدرس الاساسيه. فدي جزء اهو، جزء اهو. انت مثلا لو مش حافظها، بص الساين والكوسيك، لو انت مش حافظ ان الساين الانفرس بتاع الكوسيك، شكرا خلاص. ما تلومش الدرس ان هو صعب، لا لوم نفسك انك ما تمكنتش في جزء من اجزاء الدرس. فساين والكوسيك كمستر دول انفرس لبعض، يبقى نيجاتيف 6 اوفر ال1 اللي هيدي لك نيجاتيف 6. واحد الله بقى لو انت راجل بطيخه في الامتحان ونسيت ان الساين والكوسيك انفرس لبعض، يعني المالتبلاي بتاعهم ب1، اعمل ايه؟ احط مكان الثيتا دي معاك اي حاجه من دول، يا 30 يا 45 يا 60. اي حاجه من دول صح، واي رقم صح اساسا، بس انا عامه بحب الثلاثه دول عشان ما تطلعش على الاقل طابور عيش، يطلع لك على الاقل ارقام معقوله تعرف تحل بيها السؤال. مستر انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان هتحط على الاقل ايه؟ انا دلوقتي مش عارف احل السؤال ده. هيبقى 3 اوفر ساين الثيتا، انا اخترت مثلا اللي هي 45، احط ساين 45 ده الكلام ده على الاله، ملتبلاي نيجاتيف 2 كوسيك 45. بس يا مستر مفيش كوسيك على الاله. ما انت عندك بقى الكوسيك دي، انت عارف ان هي انفرس للساين، ادي اهو 1 اوفر الساين 45. بص رجعنا برضو لايه؟ ان الكوسيك برضو حتى لما تحط على الاله ما فيهاش كوسيك، فبرضو تحط 1 اوفر ساين. شوف برضو هنرجع برضو لنفس الموضوع، فعشان كده بقول لك لازم تتمكن. روح انت عامل على الاله، ادي 3 اوفر الساين 45 ملتبلاي ادي النيجاتيف 2 اوفر، تروح عامل فراكشن تاني 1 اوفر الساين 45، تروح قافل، هيطلع لك على الاقل نيجاتيف 6 اللي هي الاجابه بي، اللي انا جايبها من خطوه واحده اهو، من خطوه واحده جايبها. لكن هنا انت مضطر تحط ايه؟ ان الثيتا دي بحاجه معينه. طبعا هنا ثيتا وهنا ثيتا، يبقى ننزل 45 وهنا 45. حطيتها ب 60 و60 هتطلع برده بنيجاتيف 6، مش هتغير. المهم قررت تحط اي رقم يبقى ثبت الرقم في كل المسائل. نمبر 2 بيقول لي ساين باور 2 180 ماينس الثيتا بلس ساين باور 2 270 ماينس الثيتا. فاكر ده انهو بارت بقى اللي انا قلت لك تتمكن منه برضو، يكون اللي هو في دماغك على الجزء الاولاني، الجزء الثاني اسف، كان ال 180 زي ما اتفقنا اللي هي بتثبت. فدي كده الساين هتبقى ساين، بس باور 2 بقى خلي بالك ركز معايا. الباور 2 دي على الساين يعني على الفانكشن كلها، بمعنى مش احنا قلنا هنا 180 هنثبت، جميل، هنثبت الساين هتنزل ساين. مستر دي المفروض ساين باور 2، طب هي ساين باور 2 ايه؟ ثيتا، فالمفروض الباور 2 على الفانكشن كلها. طيب بلس عندك دي 270. مستر انت قلت لي ان هي 270 وال90 بنغير الساين هتكون كوزاين ثيتا. بس ثواني بقى، 270 طبعا انا عندي 270 هنا دي كده بلس، ودي انا مش محتاجها لان هنا عندي 270 ماينس اهو. وطبعا مين هنا؟ التان. لقيت في وش التان وهنا لقيت في وش الساين، لا دول متغيرين او مختلفين عن بعض، يبقى الاجابه كده هتكون بالماينس، يبقى نيجاتيف كوزاين ثيتا باور 2. مستر يبقى انا عندي كده دي كده هتكون ساين الباور 2 هينزل خلاص ساين باور 2 ثيتا، ودي هنا بالله عليك الباور 2 هيعمل ايه في النيجاتيف؟ هيقول لها باي باي، فهتبقى كوزاين باور 2 ثيتا. طب ما انت سعادتك عارف ان الساين باور 2 بلس الكوزاين باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1، يبقى دي كده ايكوال 1. بس ثواني هنا هنرجع لحاجه، انت عندك 180 عشان بس دي ناكد اللي هي في البوزيتيف مش بالنيجاتيف، فطبعا 180 ماينس، طبعا هنا دي ساين وبرده هنا لقيت ساين عشان كده هي بالبوزيتيف. بس حتى لو كانت بالنيجاتيف كده كده باور 2 كان هيعمل فيها ايه؟ كان هيطير النيجاتيف. فدي كده ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ايكوال
1. تعالى لي كده في نمبر 3 بيقول لي 1 بلس كوتان سيتا all باور 2 ماينس 2 كوتان سيتا. عايز بس افكر سعادتك بحاجه. لو جيت قلت لك A بلس البي all باور 2 ده كان بيتفك ازاي؟ طبعا لازم يكون في دماغك. طبعا انت واخد ده في ميدل 1 ومفيش ترم الا لما اكون عديت عليه من اول ما خدته ميدل 1 في ميدل 2 وميدل 3 وفي سينيور 1 الترم الاولاني وبعدين في الترم الثاني لازم تعدي عليه ده. كنا بنعمل ايه؟ ذا فيرست باور 2 يعني الاي باور 2 بلس ذا سكند باور 2 يعني بي باور 2. طالما دي بلس هتنزل بلس، لو كانت ماينس هتنزل ماينس. طب دي دايما بلس ما بتتغيرش. ذا فيرست تايمز ذا سكند تايمز 2 يعني A تايمز B الاي بي ملتبلاي 2 يعني 2AB. فده كده لازم تحفظ هي بتتفك ازاي. طيب تعالى بقى نخش كده على سؤالنا اللي هو نمبر 3. بيقول لي 1 بلس كوتان اول باور 2. يلا بينا نفكها. ادي 1 بلس كوتان اول باور 2 ماينس 2 كوتان سيتا. ماشي. تعالى كده ادي اول حاجه ذا فيرست باور 2 يعني 1 باور 2 ب 1 بلس ذا سكند باور 2 يعني كوتان باور 2 سيتا. ده كده ذا فيرست باور 2 1 باور 2 ب 1 ذا سكند باور 2 كوتان باور 2 ادي كوتان باور 2. زي ما اتفقنا دي بلس هتنزل بلس. ذا فيرست تايمز ذا سكند تايمز 2 1 تايمز كوتان هتبقى كوتان تايمز 2 هتبقى 2 كوتان سيتا. ايه ده مستر؟ دي جنب منها ماينس 2 كوتان سيتا. كده انت فهمتني ان دي بالبوزيتيف 2 كوتان سيتا ودي ماينس 2 كوتان سيتا. نقول لهم باي باي. فاتبقى لي كده 1 بلس كوتان باور 2. الاقي طالب ومجتهد، مش هقول لك ان هو ايه يعني اللي هو ضايع، يقف عند 1 بلس كوتان باور 2 يقعد يعمل لي كده ويقعد يبص على التشويسز كده. يا ربي طب انا حليت غلط، طب انا عملت ايه في دنيتي عشان اطلع ده وما لقاش في التشويسز هنا؟ طب اعمل ايه يا ابني؟ ما هو ده انا ما قلت لك ده بقى الجزء الثالث اللي هو قلت لك احفظ فيه القوانين. انت ما حفظتش 1 بلس كوتان باور 2 فعشان كده مش لاقيها في التشويسز. فانا لو انت رجعت بقى اللي انت كتبته قلت لك اكتبه عنك 1 بلس كوتان باور 2 اللي هي عند معاليك اللي هي كوسيك باور 2 سيتا اللي هي الاجابه دي. فطلبه كتير جدا من النوع ده بيحل المساله دي كلها ويقف لحد هنا ويقول لي اصل انا ما لقيتهاش في الاختيارات. ما هو بسبب ايه؟ بسبب انك ما حفظتش القوانين كويس. 1 بلس كوتان باور 2 اللي هي كوسيك باور 2. بالله عليك للمره المليون احفظ القوانين كويس. عندك 3 اجزاء اللي هم بتوع الشرح اللي في الاول تصمهم. تعالى كده نمبر 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك 1 بلس كوتان اول باور 2. هنا نعتذر عن هذا الخطأ الشنيع، هي مش اول باور 2، هي 1 بلس كوتان باور 2 سيتا. حتى هي في المعاصر موجوده كده 1 بلس كوتان باور 2 سيتا ملتبلاي ساين باور 2 سيتا. طيب ماذا نحن فاعلون ايها المستر؟ واحد بقى بص بقى تطلع بقى اختراعات وافتكاسات. اللي انا عايز اقوله لك ان 1 بلس كوتان باور 2 لسه كاتبها حالا من كام ثانيه. 1 بلس كوتان باور 2 اللي هي طلعت معايا كوسيك باور 2. فاهم حاجه؟ يعني 1 بلس كوتان باور 2 سيتا معمول لها ملتبلاي الساين باور 2 سيتا. ف 1 بلس كوتان باور 2 اللي هي كوسيك باور 2 سيتا ملتبلاي مين؟ ملتبلاي الساين باور 2. اوبا ارجع كده للجزء الاولاني بص كده كوسيك ملتبلاي الساين. مستر ده الساين الانفرس بتاع الكوسيك بالظبط كده. يبقى الاجابه المفروض تطلع معايا ب 1. طب يا مستر افرض اللي انا بطيخه وفي الامتحان دلوقتي ومش عارف احل السؤال ده، مش فاكر ان 1 بلس كوتان باور 2 ايكوال كوسيك باور 2. زي ما قلت لك هتحط السيتا دي باي نمبر. هنحط مثلا ب 45 وليكن مثلا 1 بلس كوتان خلي السيتا دي 45. مستر احطها باي رقم؟ باي رقم، بس الافضل يا 30 يا 45 يا 60. بس الكلام ده انا بقول لك ايه، بالله عليك ما تخليه اساسي في الحل، خليها لما السؤال يقف معاك. وهنا الساين باور 2 سيتا اللي هي ساين باور 2 45. بص كده هتحطها على الكالكوليتور ازاي؟ ادي 1 بلس الكوتان دي طبعا الانفرس بتاعت التان يبقى 1 اوفر التان. بص بالظبط كده هتعمل كده ادي 45 بعد كده تقفل براكت بعد كده باور 2.
كده انا خلصت البراكت ده كده خلاص. بعد كده ملتبلاي ساين ادي ال 45 في البراكت، بعد كده باور 2 هتطلع معاك ب 1. طب يا مستر انا لو غيرت ال 45 دي مش هتفرق، والله كلها هتطلع ب 1. حطيت 45 بس تحطها في الاثنين، حطيت 60 حطيت 30 حطيت 9 حطيت 10 كله هيطلع معاك ب 1. بس انا بقول لك تلجأ لكده لما السؤال يقف معاك. يبقى 1 بلس كوتان باور 2 سيتا ملتبلاي ساين باور 2 سيتا هيطلع معايا ب 1. بص كده في نمبر 5 بيقول لي which of the following represents an identity. بص اللي وراها represents an equation. هو ايه الفرق يا مستر بين الايدنتيتي والايكويشن؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الايدنتيتي وادي الايكويشن. سواء دي او دي لازم يكون في ايكوال. من غير ايكوال ما ينفعش، لازم ايدنتيتي او ايكويشن لازم يكون ما بينهم ايكوال. يعني كده الليتر دي كده خلاص ما ينفعش لان ما فيهاش ايكوال. يبقى الايدنتيتي او الايكويشن لازم يكون ما بينهم ايكوال. طب مستر معلش يعني ما بينهم ايكوال، طب ما انا كده ايكوال انا دلوقتي اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ بص بقى يا سيدي، الايدنتيتي هتلاقي مثلا ان الكوزاين سيتا ايكوال كوزاين سيتا. بص كده، مش انا لو حطيت مكان السيتا دي هنا 10 وهنا 10 هتنفع؟ مستر كوزاين 10 ايكوال كوزاين 10. كوزاين لو شلت السيتا حطيت مكانها 90 كوزاين 90 ايكوال كوزاين 90. كوزاين 7 ايكوال كوزاين 7. مستر انت عايز تقول لي ان السيتا هنا ممكن احط فاليوز كتير جدا؟ بالظبط كده، اي فاليو احطها هتنفع. يعني حطيت كوزاين 1 ايكوال كوزاين 1، كوزاين 0 ايكوال كوزاين 0. مثلا مش شرط كوزاين، انت عندك ممكن مثلا الساين سيتا ايكوال عندك برضو الساين سيتا. ما انت عندك بقى لو شلت السيتا من هنا حطيت مكانها مثلا اي نمبر 45 هتبقى برضو، وهنا برضو 45 يبقى ساين 45 ايكوال ساين 45. ساين 1 ايكوال ساين 1، ساين 0 ايكوال ساين 0. طب يا مستر برضو معلش برضو يعني وضح لي اكتر، قول لي ايه الفرق ما بينها وبين الايكويشن. بص بقى كده يا سيدي، اقول لك مثلا ساين سيتا ايكوال هاف، يبقى السيتا دي بكام؟ انت لو عملت شيفت ساين سيتا شيفت ساين هاف هيطلع معاك السيتا بكام؟ السيتا ب 30. يعني ساين 30 ايكوال هاف. ينفع احط بقى مكان السيتا 40؟ لا ما ينفعش يا مستر، مش تطلع معايا بهاف. ساين 40 مش بهاف. بالظبط كده، هو ده اللي عايز اوصله لك، ان السيتا هنا متأيده بفاليوز معينه، لكن في الايدنتيتي لا، انا ممكن احط 100,000 فاليو وتنفع معايا. كوزاين 10 ايكوال كوزاين 10، ساين 1 ايكوال ساين 1، احط اي فاليو تنفع معايا. انما هنا لا، الساين كان بهاف، الساين 30. وفي فاليو ثانيه في كوادرانت ثاني اللي هو في السكند كوادرانت، بس ما علينا. المهم ان السيتا ب 30، يعني انا هنا في الايكويشن متحدد بفاليوز معينه للسيتا، انما هنا العمليه مفتوحه معايا. طب بص كده، تعال نشوف كده السؤالين دول وهيوضح لنا الموضوع اكتر. بيقول لك هنا بص بقى هنا الكلام، كوزاين سيتا ايكوال روت 3 اوفر 2. انت لو عملت شيفت كوزاين سيتا هتطلع معايا شيفت كوزاين روت 3 اوفر 2 هتطلع معاك السيتا بكام؟ السيتا هتطلع معاك ب 30. ولو هي في الفورث كوادرانت هتطلع 330. مش مهم، مش عايزك تعرفها يعني، انا المهم دلوقتي هل السيتا دي ينفع احطها باي نمبر هيطلع معايا روت 3 اوفر 2؟ يعني انت مثلا لو عملت كوزاين 45 هتطلع معاك بروت 3 اوفر 2؟ لا يا مستر، بس يبقى دي كده ايكويشن مش ايدنتيتي، احنا عاوزين ايدنتيتي. طب هل الساين سيتا ايكوال كوزاين سيتا دي كده ايدنتيتي؟ مستر احنا هنا برضو متأيدين السيتا هنا بفاليو معينه. يعني مثلا الساين 45 ايكوال كوزاين 45. ليه؟ ساين 45 بروت 2 اوفر 2 وكوزاين 45 بروت 2 اوفر 2. لكن هل مثلا لو انت عملت ساين 10 هتبقى ايكوال كوزاين 10؟ لا. لو عملت كوزاين 70 ايكوال كوزاين 70؟ لا. يبقى اصبح انا هنا برضو متأيد بفاليوز معينه للسيتا، فاصبح دي برضو كده ايكويشن. لكن بص دي بقى، ايه دي الباي مستر اللي هي كام يعني؟ اللي هي 180. ال 180 قلنا هنثبت الساين، هتنزل ساين.
ساين ايه؟ ساين سيتا. طبعا 180 ماينس 180 ماينس، لقيت في وشي الساين، يبقى هي وهنا برضو هنا الساين، يبقى بالبوزيتيف. ايكوال مين؟ قال لي ايكوال ساين ثيتا. دي ساين ثيتا ايكوال ساين ثيتا مستر، دي كده ايدنتيتي، لان انا ممكن احط مكان الثيتا اي نمبر. ساين 10 ايكوال ساين 10، ساين 30 ايكوال ساين 30، يبقى هي دي الوحيده اللي تنفع معاك ايدنتيتي. طيب تعالى كده بص نمبر 6، بيقول لك which of the following، احنا عاوزين بقى المره دي equation. كوزاين نيجاتيف سيتا. فاكر بقى الملحوظه دي؟ قلت لك كوزاين نيجاتيف سيتا الوحيده اللي بتطير النيجاتيف هي الكوزاين، يبقى كوزاين سيتا ايكوال ايه؟ ايكوال كوزاين سيتا. مستر دي كده ايدنتيتي، لكن هو عايز ايكويشن، يبقى دي كده ما ينفعش. ليه ايدنتيتي؟ عشان انا كوزاين 10 ايكوال كوزاين 10، كوزاين 30 ايكوال كوزاين 30. طب بص هنا، كوزاين سيتا ايكوال نيجاتيف تان 30، تان 30 ده اللي هو روت 3 اوفر 3. طيب ايكوال، انت عندك كوزاين سيتا كده ايكوال نيجاتيف روت 3 اوفر 3. هل هنا السيتا ينفع احطها باي نمبر هيطلع معايا نيجاتيف روت 3 اوفر 3؟ لا طبعا. يعني مثلا كوزاين 10 هل هتطلع معاك بروت 3 اوفر 3؟ لا طبعا يا مستر. يبقى دي كده ايكويشن. اشمعنى؟ لانها متحدده بفاليوز معينه. طب بص دي كده، بيقول لي تان ادي 180 اوفر 2، يعني تان كام؟ 180 اوفر 2 اللي هي تان 90 بلس السيتا ايكوال نيجاتيف كوتان. هو الراجل اللي قال لي ايكوال نيجاتيف كوتان سيتا. ال 90 بتغير، التان هتبقى كوتان. طيب 90 بلس، ادي ال 90 دي كده ماينس ودي كده بلس. 90 بلس لقيت في وش مين؟ الساين، لكن دي مين؟ التان، يبقى هتكون برضو بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف كوتان سيتا ايكوال نيجاتيف كوتان سيتا. بالله عليك طالما هم كده شبه بعض يبقى دي كده ايدنتيتي. هو الراجل زي ما اتفقنا هو عاوز ايكويشن، دي الوحيده اللي طلعت معانا ايكويشن. طب تعالى نجرب دي برضه. 3 باي اوفر 2 اللي هي 270، يبقى دي كده 270. بتثبت ولا بتغير؟ لا يا مستر الكوزاين هتغير، يبقى هتبقى ساين. ساين ايه؟ ساين سيتا. برضه 270 ماينس 270 ماينس، يبقى انا رايح كده للتان، وهنا مش تان دي هنا كوزاين، فكده هكون بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف ساين سيتا ايكوال نيجاتيف ساين سيتا، برضه دي كده ايدنتيتي، لكن الوحيده اللي طلعت معانا ايكويشن هي البي، لان هو طالب ايكويشن. تعالى في نمبر 7 بيقول لي تان كوسيك. بص باين الكلام بقى، الفنيات والحركات والتكات. التان يا مستر انت عاطيني ليها رول اللي هي الساين اوفر الكوزاين. الكوسيك اللي هي الانفيرس بتاع مين؟ الانفيرس بتاع الساين. طب ما ساين مع ساين نقول لهم باي باي، فتبقى لك كده فوق ال1 وتحت الكوزاين. 1 اوفر الكوزاين، يعني بيقول لك مين الانفيرس بتاع الكوزاين؟ طبعا الانفيرس بتاع الكوزاين اللي هو السك، يبقى الاجابه هتكون سك سيتا. طيب لو انت بطيخه زي ما اتفقنا هنحط مكان السيتا اي حاجه 45، خليها 45. طب فهعمل ايه على الاله؟ ادي اهو تان 45 ملتبلاي الكوسيك دي اللي هي 1 اوفر ساين، يبقى 1 اوفر ساين 45. هيطلع معايا، طلع معايا روت 2، انا لما حطيت ده كده طلع معايا بروت 2. هنجرب بقى التشويسز. كوزاين 45 هل هيطلع بروت 2؟ لا طبعا دي ب1، دي طبعا غلط. انما سك دي اللي هي 1 اوفر كوزاين، 1 اوفر كوزاين ال 45 هيطلع برده معايا روت 2، يبقى دي طلعت بروت 2 ودي طلعت روت 2، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. تعالى كده نمبر 8 بيقول لي تان كوتان اوفر السك. طبعا دي محله نفسيها، تان كوتان على طول ملتبلاي بتاعهم ب1 زي ما اتفقنا اوفر السك. لسه قايلين مين الانفرس بتاع السك اللي هي الكوزاين، يبقى الاجابه بتاعتي كوزاين سيتا. نمبر 9 بيقول لي 1 ماينس 1 اوفر السك باور 237 ولا اي حاجه. ادي نمبر 9 1 ماينس 1 اوفر سك، يعني بيقول لك مين الانفرس بتاع السك يا بني ادم؟ مستر الانفرس بتاع السك انا حافظه اللي هو الكوزاين، يعني كوزاين باور 237. وروح متنح بقى، هتروح متنح 1 ماينس كوزاين باور 237. مين دي؟ مين دي يا مستر؟ يا ابني لو تفتكر اول رول اللي انا قلت لك عليها ساين
باور 2 سيتا بلس الكوزاين باور 2 سيتا اللي هي ايكوال 1. لو انا وديت الكوزاين بعكس الساين يبقى الساين باور 2 سيتا ايكوال 1 ماينس الكوزاين باور 2. اما اهي 1 ماينس كوزاين باور 2 1 ماينس كوزاين باور 2 اللي هي الساين باور 2. يبقى هنا الاجابه هتكون الساين باور 2 37 اللي هي الاجابه سي. وانت لو حطيت على الاله 1 ماينس كوزاين باور 2 37 وحطيت على الاله ساين باور 2 37 هيطلعوا نفس النمبر. ده ياكد لك ان اجابتك صحيحه. نمبر 10 بيقول لي 5 كوزاين باور 2 30 بلس 5 ساين باور 2 30. انت ممكن سؤال زي ده تحطه على الاله وهيطلع معاك ب 5. بيطلع معايا ب 5. عرفت منين يا مستر؟ يعني بمجرد النظر كده عرفت منين؟ مش عشان انا مستر، لا عشان هي سهله. اولا ال 5 هنا اتكررت، ادي ال 5 اهي اخدتها كومان فاكتور. افتح براكت ال 5 مع ال 5 نقول لهم باي باي، فتبقى لك كوزاين باور 2 30 بلس ال 5 مع ال 5 نقول لها باي باي، فتبقى لك ساين باور 2 30. طب ما كوزاين باور 2 بلس ساين باور 2 ايا كان الثيتا اللي جوه فده طبعا ب 1، يعني 5 ملتبلاي ده الرول اللي عندك اللي هي ب 1. 5 ملتبلاي 1 اللي هي ال 5 اللي هي الاجابه ب. تعالى نمبر 11 بيقول لي ساين كوزاين تان. هل الساين ليه عندك رول؟ لا. هل الكوزاين ليه عندك رول؟ لا. انما التان مستر انت عاطيني ادي الساين الاول اهي، ادي كوزاين اهي، التان اللي هي الساين اوفر الكوزاين. حصل ولا لا يا ابني؟ حصل يا مستر. الكوزاين مع الكوزاين نقول لهم باي باي، فتبقى لك ساين ملتبلاي ساين اللي هي الساين باور 2 سيتا اللي هي الاجابه سي. بطيخه وما جاتش في دماغك ومش عارف تحلها، حط مكان السيتا خليها 30 المره دي، ادي 30 ادي 30 بس، وحطهم. ادي الكلكايه بتاعتك الجميله، ادي ساين 30 ملتبلاي كوزاين 30 ملتبلاي تان 30. مع اني ما بحبش الطريقه دي بس ساعات بتبقى منقذه ليك. طلعت معايا ب 1 اوفر 4. لو انت عملت بقى ساين 30 احنا حطينا 30 30 باور 2 هيطلع برضو معاك ب 1 اوفر 4، وده ياكد لك ان الاجابه صحيحه. او لو انت مش عارفها تعرف لك كده الاجابه ان هي الاجابه سي اللي هي ساين باور 2 سيتا. نمبر 12 بيقول لي 1 ماينس ساين باور 2 سيتا، وتحت هنا 1 ماينس كوزاين باور 2 سيتا. مستر 1 ماينس ساين باور 2 دي انا بشبه عليها. ايوه لسه من شويه عاملينها 1 ماينس ساين باور 2 اللي هي كوزاين باور 2 اهي. مش انا لو وديت الكوزاين بعكس الساين هتبقى 1 ماينس كوزاين باور 2 اللي هي ساين باور 2، وفي نفس الوقت لو وديت الساين بعكس الاشاره يبقى 1 ماينس الساين باور 2 ايكوال كوزاين باور 2. بص كده واحده ادي الساين باور 2 سيتا بلس الكوزاين باور 2 سيتا، وهم دول اصلا القوانين الفرعيه اللي انا قلت لك انقلها وخليك معايا. فانا لو وديت الساين بعكس الساين هتبقى 1 ماينس الساين باور 2 اللي هي ايكوال مين؟ اللي هي ايكوال كوزاين باور 2. بنفس المبدا لو انا وديت الكوزاين باور 2 يعني 1 ماينس كوزاين باور 2 المره دي هيبقى ايكوال ساين باور 2. بس مساله اتحلت. 1 ماينس ساين باور 2 اللي هي الكوزاين باور 2، 1 ماينس كوزاين باور 2 اللي هي الساين باور 2. نتوقف هنا قليلا. مثلا مش لاقيها. ما انت بص انت عملت ايه؟ كوزاين اوفر الساين. مستر دي الساين اوفر الكوزاين اللي هي التان، يبقى كوزاين اوفر الساين اللي هي الكوتان بالظبط كده، يبقى هي الاجابه دي. تعالى بقى في 13 مستر ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ده اللي هي ب 1. حلو جميل. انما بص على اللي فوق. اللي على اللي فوق لو انت ما حفظتش القوانين كويس اللي فوق دي عمرها ما هتيجي في بالك. سيك باور 2 ماينس 10 باور 2. بص عندك كده في الرولز اللي انت كاتبها. مستر ده انا كاتب عندي ان 1 بلس ال 10 باور 2 ايكوال السيك باور 2، وكنت مطلع لي قانون فرع منها ان لو اديت التان بعكس الساين يعني سيك باور 2 ماينس التان
باور 2 هيبقى كده ايكوال مين؟ ايكوال 1 بالظبط كده. سيك باور 2 ماينس ال 10 باور 2 هيبقى ايكوال 1، يبقى 1 اوفر 1 اللي هي الاجابه 1. نمبر 14. مستر لا انا خلاص بقى انا كده عرفت بقى. بص 1 ماينس كوزين باور 2. مستر دي اللي هي الساين باور 2. انا بص يا مستر بقت فله كوزين باور 2 بيتا سيتا بتنجان قلقاس مش هتفرق معايا. انما تحت دي يا مستر دي انا ما شفتهاش. اقف بقى عندك يا مستر بقى انت ضحكت عليا. ساين باور 2 بيتا ماينس ال1 دي انا ما شفتهاش. دورت كده على القوانين الفرعيه اللي عندي ما لقيتش بالظبط ساين باور 2 بيتا ماينس ال1. عارف ليه؟ عشان انت بطيخه. طب ليه مستر الغلط ده بقى؟ بص يا سيدي 1 ماينس الساين باور 2 اللي هي الكوزاين باور 2 صح. انما دي عكسها. الساين باور 2 هنا بالبوزيتيف انما هنا بالنيجاتيف. ال1 هنا بالنيجاتيف انما هنا ال1 بالبوزيتيف. يعني من الاخر الاجابه برضو هتكون هي كوزاين باور 2 بس عشان هنا الساين معكوسه فانا هاخد النيجاتيف كومن فاكتور. تاني 1 ماينس ساين باور 2 اللي هي الكوزاين باور 2. لكن دي ساين باور 2 ماينس ال1 عادي حط الكوزاين باور 2 بس حط لها نيجاتيف بس. طب ما هو الساين اوفر الكوزاين ده مين؟ ده التان. بس بالله عليك هتختار التان اللي هي دي. اوعى دي في هنا نيجاتيف اوعى توقعك. يبقى الاجابه هتكون بي اللي هي نيجاتيف تان باور 2 بيتا. تعالى بقى كده في نمبر 15. حاول بقى انت ما تبصش على الرولز. 1 بلس 10 باور 2. مستر دي اللي هي ادي نمبر 15 اهي اللي هي مستر انا حفظتها اللي هي السيك باور 2. ماشي قول لي عليك. 1 بلس كوتان باور 2 اللي هي كوسيك باور 2. مستر بص بقى مستر انت المره دي بقى ضحكت عليا. ضحكت عليا بجد. ليه يا ابني؟ السيك اوفر الكوسيك مشوفتهاش وهنا مش موجوده. هعمل انا اتصرف دلوقتي ازاي؟ من شويه كانت الساين اوفر الكوزاين اللي هي التان. ماشي. كوزاين اوفر الساين اللي هي الكوتان. اوكي. لكن سيك اوفر كوسيك دي انا ما شفتهاش. يلا شغل دماغك يلا شغل دماغك شويه. الكوسيك دي مش هي الانفرس بتاعت الساين؟ حلو. يعني الكوسيك دي موجوده تحت في الدينومينيتور صح؟ يعني انا عايز اجيب الانفرس بتاع اللي هو الساين اكيد هكتبه فين؟ هكتبه فوق. ده الانفرس بتاعه مالتيبليكاتيف انفرس. طب السيك دي موجوده فوق. لو انا عايز اجيب الانفرس بتاعه السيك فوق مستر يبقى الانفرس بتاعه الكوزاين يبقى اكتبها تحت بالظبط كده. يعني ده هو ده بالظبط كده. مستر دي ساين اوفر الكوزاين اللي هي التان بس كده يا كتكوت خلصت خلاص. يبقى هي الاجابه سي. تعالى كده في 16 بيقول لي ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 بلس لا اقف ارجع ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 شفتها فين؟ مستر ده الرول بتاعتي اللي هي ب1 يعني 1 بلس ال 10 باور 2. ايه ده؟ دي رول تانية ظهرت اهي. لازم تكون يعني دقيق لازم تكون مركز. انت خلصت من الرول الاولانيه ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 ب1 بلس ال 10 باور 2 1 بلس ال 10 باور 2 لسه انا حافظها اللي هي سيك باور 2 اللي هي الاجابه دي. وزي ما قلت لك لو انت بطيخه ومش واخد بالك حط السيتا ب 30 حط السيتا ب 30 45 60 اي حاجه هيطلع لك بنمبر. هتيجي تجرب سيك باور 2 30 هيطلع لك بنفس الرقم يبقى هي الاجابه دي. تعالى كده في 17. طبعا انت اول ما تشوف 17 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 باور 5 يا نهار ابيض. انا هسيبك السلام عليكم هسيبك اتكل على الله مستر. يا ابني خد تعالى 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 دي رول عندك يا بني ادم. انت مش عايز تتعلم؟ لا مش رول عندي يا ابني. انت ما اتعلمتش مستر. ده اللي عندي 6 باور 2 ماينس 10 باور 2. طب اللي هي بكام يا ابني؟ بوانا مستر. طب دي 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 مع نفس المبدا اللي هي من شويه كانت ساين باور 2 ماينس ال1. قلت لك هي 1 ماينس ساين باور 2 اللي هي الكوزاين باور 2 بس حط لها نيجاتيف. هنا نفس المبدا 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 هي المفروض السك ماينس ال10 اللي هي ب1. انما هنا عشان عكسها 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 هتبقى نيجاتيف 1.
باور كام؟ باور 5. على آلتك الجميله نيجاتيف 1 باور 5 اللي هي نيجاتيف 1. فما تعقدش الامور وتتخض من السؤال. طيب نمبر 18. بص بقى هنا، ده سؤال حلو، ده عايز ايه؟ تركيز. مستر دي يعني بص هنا 2 ساين باور 2 ماينس كوزاين باور 2. لولا ال 2 الرخمه دي، الرخمه الاتمه دي، لولاها لو كانت مش موجوده دي كده هتبقى ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2، كنت هخليها ب 1. ليه الرخامه دي؟ بص بقى، خليك انت اذكى بقى. مش هي دي 2 ساين باور 2 سيتا؟ قسمها، يعني خليها ساين باور 2 سيتا بلس الساين باور 2 سيتا اهو، فكتها عشان تخلص من 2. يبقى دي كده 2 ساين باور 2 خليتها ساين باور 2 بلس ساين باور 2 بلس كمل كوزاين باور 2 سيتا. كمل 1 اوفر السك، يعني عايز الانفرس بتاع السك اللي هو الانفرس بتاعه اللي هو الكوزاين. طب ما حلو قوي يا مستر، ده كده 2 ساين باور 2 بلس 2 كوزاين باور 2. ادي كده 2 ساين باور 2 بلس 2 كوزاين باور 2. بص بقى كده الكلام، هتاخد ال 2 كومن فاكتور شبه من شويه اللي هي كانت 5. ال 2 كومن فاكتور اتبقى لك ساين باور 2 بلس الكوزاين باور 2. طب ما هو دول بكام؟ دول بونايه، يبقى 2 ملتبلاي ال 1 هيدي لك 2 اللي هي الاجابه بي. 19 بيقول لي ايه؟ 19 ساين كوسيك بلس 2 كوزاين سيك بلس 3 تان كوتان. بالله عليك انت لو من النظر الاولانيه ما اكتشفتش العلاقه ما بين كل واحده والتانيه يبقى دي مصيبه كارثه. ولا ساين والكوسيك ريسيبريكال بعض او انفرسال بعض يبقى 1 بلس كوزاين والسيك برضو انفرسال بعض يبقى 2 ملتبلاي 1 اللي هي 2 بلس التان والكوتان انفرسال بعض يبقى ب 1 يبقى 3 ملتبلاي 1 ب 3 يبقى 1 بلس 2 3 بلس 3 يدي لك ال 6. تعالى 20 بيقول لي 1 ماينس كوزاين ملتبلاي 1 بلس كوزاين ملتبلاي 1 بلس كوتان باور 2. تعالى بس الاول دول كده شبه بعض، دول كده اخوات، تعالى نعملهم ملتبلاي. 1 ملتبلاي ال 1 ادي كده 20 اهي هيدي لك 1. نيجاتيف تايمز البوزيتيف هيديك نيجاتيف. كوزاين تايمز كوزاين اللي هي كوزاين باور 2. شغل الطاسه اللي عندك. هنا 1 بلس كوتان باور 2 نتوقف قليلا. 1 بلس كوتان باور 2 مستر اللي هي الكوسيك باور 2. ماشي. طب 1 ماينس كوزاين باور 2 مستر دي رول برضو عندي اللي هي الساين باور 2. ساين باور 2 كوسيك باور 2 الاثنين انفرسال بعض يا مستر، يبقى الاجابه هتكون 1 اللي هي الاجابه A. زي ما قلت لك ما جاتش معاك ممكن تحط السيتا ب 45 اي بتنجان هتطلع معاك ب 1. حط اي حاجه 45 وانا 45 وانا 45 وحطها على الاله هتطلع معاك ب 1. 21 بيقول لي ساين كوزاين تان ساين كوزاين كوتان وتحت ساين سك. يا ساتر، واحد الله كده صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الساين مش هقدر اعمل فيها حاجه، ادي الكوزاين مش هقدر اعمل فيها حاجه، ادي التان هقدر اعمل فيها حاجه لان التان بتكون ساين اوفر الكوزاين. مستر كوزاين مع كوزاين نقول لها باي باي، بس هو ده اللي عايزك توصل له. بلس كمل. ادي الساين مش هقدر اعمل فيها حاجه، ادي الكوزاين مش هقدر اعمل فيها حاجه، انما الكوتان هتكون كوزاين اوفر الساين. طب ما هو الساين مع الساين نقول لها باي باي، اتبقى لك كوزاين ملتبلاي الكوزاين اللي هي كوزاين باور 2. طيب تحت ساين ملتبلاي السك، هي السك دي اللي هي انفرس بتاعت مين؟ بتاعت الكوزاين، يبقى ساين اوفر الكوزاين. يبقى فهمت انا عملت ايه؟ بدل السك جنب الساين لا انا جبت الانفرس بتاع السك اللي هو الكوزاين خليتها تحت منها يبقى ساين اوفر كوزاين. تعال نرجع تاني هنا، ادي الساين تايمز الساين هيدي لك ساين باور 2 ماشي، بلس الكوزاين ملتبلاي الكوزاين اللي هي الكوزاين باور 2 اوكي. طب ما هو ساين اوفر الكوزاين مستر دي اللي هي التان ماشي، ساين باور 2 بلس كوزاين باور 2 اللي هي ب 1 وهنا تان يبقى 1 اوفر التان. مين يا ولا الانفرس بتاع التان يا ولا؟
يا ولا عيب لحد دلوقتي ما حفظتهاش. الانفرس بتاع التان اللي هو الكوتان اللي هي الاجابه سي. نمبر 22 بيقول لي ساين اوفر كوسيك ماشي بلس كوزين اوفر سيك. وحد الله لا اله الا الله. الكوسيك دي موجوده تحت. لو انت عايز تجيب الانفرس بتاع مستر الانفرس بتاع الكوسيك اللي هو الساين، يعني انا ممكن احطها اشطبها واحطها فوق بالساين. طب ما مستر اصلا في ساين فوق، يبقى كده الاجابه هتكون ساين باور 2. فهمتني؟ لا ما فهمتنيش. ادي الكوسيك موجوده في الدينومينيتور تحت. مين الانفرس بتاعها؟ الساين. خلاص طلعها فوق بساين. مع الساين اللي فوق اصلا يبقى ساين تايمز الساين هيبقى ساين باور 2 بلس السك الانفرس بتاعت مين؟ بتاعت الكوزين. اشطبها من تحت وطلعها لي فوق فهتبقى بالكوزين. مع الكوزين اللي فوق هتبقى كوزين باور 2. خلصت ساين باور 2 بلس كوزين باور 2 اللي هي الاجابه بوانيه. 23 بيقول لي ساين تان. ادي ساين تان. انت عارف التان اللي هي الساين اوفر الكوزين ماشي. بس انا طبعا ما اقدرش بقى اشيل الكوزين مع الساين، لا طبعا خلي سيبها زي ما هي كده. وتحت اعمل لهم ملتبلاي. 1 ملتبلاي ال 1 يديك 1. البوزيتيف تايمز النيجاتيف يديك نيجاتيف. كوزين تايمز الكوزين هيديك كوزين باور 2. ايه اللي تعرف تعمله؟ ده عندك رول. وبالمره كده مش دي اوفر 1؟ طيب ساين ملتبلاي الساين يديك ساين باور 2. وتحت 1 ملتبلاي الكوزين يديك كوزين. وتحت هنا 1 ماينس كوزين باور 2 اللي هي الساين باور 2. يبقى الساين اوفر الكوزين ديفايدد الساين باور 2 سيتا. اتعامل معاها ازاي دي؟ انت عندك الساين باور 2 اللي فوق دي ينفع تمشيها مع الساين باور 2 اللي تحت. فتبقى لك ايه؟ اوعى تقول لي اتبقى لي كوزين، دي المفروض كده اتبقى لك فوق 1 دي مكانها 1 اوفر الكوزين. 1 اوفر الكوزين دي اللي هي مين؟ يعني الانفرس بتاع الكوزين. مين الانفرس بتاع الكوزين يا ولا لازم تكون حافظهم طبعا. السك اللي هي الاجابه بي. بس اظن ان هي رخمه شويه. تاني نعيدها. ادي الساين ملتبلاي التان، نزلت الساين زي ما هي، التان خليتها ساين اوفر الكوزين. وتحت 1 ملتبلاي ال 1 ب 1 والبوزيتيف تايمز نيجاتيف بالنيجاتيف. كوزين تايمز كوزين اللي هي كوزين باور 2. طيب 1 ماينس كوزين باور 2 اللي هي الساين باور 2. وهنا ساين ملتبلاي الساين اللي هي ساين باور 2 اوفر 1 تايمز كوزين اللي هي كوزين. لو انت مش فاهم ليه انا مشيت دي مع دي، بص هكتبها كده بصيغه ثانيه. ادي ساين باور 2 سيتا اوفر الكوزين سيتا. المفروض ان هي ديفايدد الساين سيتا صح؟ طيب يعني انت لو تفتكر بقى لما كنت في ابتدائي بتعمل الديفايدد دي ازاي؟ بتثبت ده وبتغير الديفايدد بتخليها ملتبلاي وبتقلب ده. هي طبعا هي اوفر 1 هروح انت قلبها هتكون 1 اوفر الساين باور 2. ثم الساين باور 2 هتروح مع الساين باور 2 هي فاهم؟ يعني هي انا بس عملتها بشكل تاني. اتبقى لك 1 اوفر الكوزين 1 اوفر الكوزين اللي هي مين؟ اللي هي السك اللي هي الاجابه بي. نمبر 24 بيقول لي 6 كوزين باور 2 سيتا ماينس ساين باور 2 سيتا بلس ال 1. ماذا نحن فاعلون هنا ايها المستر؟ وحد الله لا اله الا الله. مش انت شايف اللي تحت كوزين ودي كوزين؟ يبقى مين الدخيل عليهم؟ مين العدوه؟ اللي هي الساين. خلاص شيلها. عامل ايه يا مستر يعني؟ بص ادي 6 كوزين باور 2 ماينس هشيل الساين باور 2. مش انت عندك الساين باور 2 اللي هي 1 ماينس كوزين باور 2؟ اوعى تكون نسيتها. الساين باور 2 ايكوال 1 ماينس كوزين باور 2 والكوزين باور 2 ايكوال 1 ماينس ساين باور 2. ايه الكلام ده؟ بلس ال 1. وتحت 7 كوزين سيتا. ماشي اعمل ايه يا مستر دلوقتي؟ وزع النيجاتيف ده هنا وهنا. يبقى 6 كوزين باور 2 سيتا. النيجاتيف مع ال1 هتبقى نيجاتيف 1 والنيجاتيف مع النيجاتيف هتتحول لبوزيتيف بلس كوزين باور 2 سيتا بلس الايه؟ بلس ال1. وتحت 7 كوزين سيتا. طيب نيجاتيف 1 مع ال1 هيروحوا مع بعض. اتبقى لك 6 كوزين باور 2 بلس 1 كوزين باور 2 اللي هي 7 كوزين باور 2
طب ما تحت برضو 7 بس 7 كوزين سيتا. ال7 مع ال7 نقول لها باي باي. كوزين باور 2 على الكوزين هيديك كوزين واحدة كوزين سيتا اللي هي الإجابة سي. حلوة. يبقى كل القصة ان انا شلت الساين دي حطيت مكانها هنا 1 ماينس الكوزين. النيجاتيف وزعته بقت نيجاتيف 1، النيجاتيف وزعته مع النيجاتيف دي هتتحول لبوزيتيف. بوزيتيف كوزين باور 2 بلس ال1. فلقيت النيجاتيف 1 مع البوزيتيف 1 بالسلامة. 6 كوزين باور 2 بلس 1 باور 2 اللي هي 7 كوزين باور 2 على ال 7 كوزين. 7 مع 7 باي باي. كوزين باور 2 على الكوزين اللي هي كوزين سيتا اللي هي الإجابة سي. نمبر 25. اوبا نمبر 25 يقول لك تان باور 2 ايكوال 15. فالراجل عايز السك باور 2. مستر ده مفيش اي علاقه بين التان والسك. عارف ليه؟ عشان انت بطيخه لسه ما حفظتش القوانين. ارجوك سيدي الفاضل، في علاقه ما بين التان والسك. الرول اللي هي 1 بلس التان باور 2 ايكوال السك باور 2. يبقى 1 بلس التان باور 2 اللي هي ال 15 ده ايكوال السك. خلصت خلاص. 1 بلس ال 15 هيدي لك 16. يبقى السك باور 2 ايكوال 16 اللي هي الاجابه سي. وزي ما قلت لكم احنا كده بفضل الله حلينا 25 سؤال على الدرس ده. زي ما قلت لك مش هبخل عليك حاجه في الشرح، مش معنى ان في منصه يبقى انا هبخل عليك في الشرح. الدرس كان محتاج ان يتحل فيه اسئله من النوعيه دي. باقي الاسئله بقى زي ما اتفقت معاك احلها على المنصه، زائد ان الهوم ورك بقى هينزل لك PDF عشان تحل الهوم ورك بتاع الدرس ده. وزي ما اتفقنا انت لو عاوز تشترك في المنصه اللي عندك رقم الموبايل ده هتكلمه على الواتس او على التليجرام، بس خليك على الواتس افضل، هيردوا عليك وهيقول لك كل التفاصيل. كان معاكم مستر احمد حافظ، السلام عليكم.